لو صفة الكذب بقت موجودة في ابنك تعملي ايه؟ انا امل ندى، اخصائية تربية خاصة، وهساعدك عشان تبقي عرفتي تربي. لو ما شفتيش الفيديو الاولاني لكده لازم تروحي تشوفيه عشان تتجنبي الوقوع في صفة الكذب. طب لو انت ما عملتيش اللي قلنا عليه في الفيديو الاولاني وابنك فعلا اخد صفة الكذب على نفسه واستمتع بيه وبقى قاصد ان هو يكذب، تعالى اقولك هتعملي ايه. لازم تعملي اعادة توطيد للعلاقة ما بينكم، وخلي بالك لو وديتيه لاخصائي تعديل سلوك عشان يعالج مشكلة الكذب اللي عنده، هيبقى في علاقة كويسة ما بين الطفل وما بين اخصائي تعديل السلوك، فهيقلل الكذب عنده، ولما يرجع في البيت الكذب هيزيد. وبتستغربي ازاي مع الاخصائي كويس ومعايا في البيت مش كويس. بتقعدي تسالي نفسك اسئله، يا ترى المشكله في الطفل ولا مشكله فيا ولا في اسلوبي ولا في ايه؟ مشكله فين؟ حد عارف؟ برافو عليك، المشكله في طريقتك واسلوبك. انت بتوجهيه ازاي وبتقولي له ايه؟ تقعدي تزعقي، انت كذاب، انا مش مصدقاك، قولي الحقيقه، انت ليه بتكذب عليا؟ اسلوبك بيكون غلط، فده بيخلي الطفل بيكذب عليكي فعلا، لان هو عارف مهما قال الحقيقه انت فعلا مش هتصدقي. فلازم تخلوا علاقتكم انتوا الاتنين كويس، وابداي اتكلمي معاه وصدقيه. ابداي احكي له قصه ان كان في مره ولد بيعوم في البحر وعامل مقلب في صحابه وبيكذب عليهم وبيمثل ان هو بيغرق، وكل شويه عمال يقول الحقوني الحقوني انا بغرق، واصحابه يدخلوا ينقذوه فيلاقوه بيلعب معاهم فيمشوا وهما متضايقين، ويعمل الموقف تاني انا بغرق ويدخلوا يساعدوه يلاقوا برده بيلعب معاهم وما بيقولش الحقيقه. في مره فعلا كان بيغرق بالفعل وقعد بيقول الحقوني الحقوني انقذوني، محدش صدقه وغرق بالفعل. فانا خايفه في يوم فعلا تحتاج لمساعدتي بس ما تلاقينيش ان انا بساعدك عشان مش مصدقاك او مش مصدقه ان انت فعلا محتاج مساعده. فليه تدخل نفسك في النقطه دي؟ خلي الحوار ما بينكم حوار هادي وعقلاني. واوعي اوعي اوعي كمان مره تروحي للمدرسه او للحضانه او للمدرسه تقول لها ساعديني عشان ابني طلع بيجري. ليه بقول لك كده؟ عشان القليل منهم ممكن اي حاجه تحصل في الفصل ويدبسوا ابنك ويقولوا انت كذاب وما يصدقوهوش لما يقول الحقيقه. فليه تخلي الصفه دي موجوده وملازمه ابنك في اي مكان؟ وممكن كمان تعملي وقت محدد تقعدي مع ابنك تتخيلوا مع بعض وتتكلموا، والحاجات دي ما فيهاش مشكله لو فيها حاجات غير واقعيه بشكل هزار. انت هنا حددتي مده معينه، انت لو عايز تتكلم بشكل غير واقعي تعالى نتكلم مع بعض ونهزر مع بعض، فكده الموضوع هيقل جدا وصفه الكذب مش هتكون فيه.